دنيا صيف وفي نص النهار درجة الحرارة عاملة 51 وفي واحد داري نوم ما قدر العرق والسرخانة كرهه زار وهو مفلس قروش في جيبه ما عنده عشان يعبي الكهرباء قام نكت له سلك كده من البيت وبدأ يفتش في سلك فوقه كهرباء عشان يوصل بعد ساعتين لقى له سلك وصل فوقه الكهرباء واخيرا الكهرباء جات بيته. الزول ده زعل بس قام شغل ليك الشاشة والمكيف والمروحة وأي حاجة في البيت بتشتغل من الكهرباء وقاعد في الأوضة وخالف قراع بمزاج وبيحضر. بعد ساعتين كده بقى التلفزيون يشتغل 5 دقايق يقفل، الثلاجة تشتغل 5 دقايق تقفل، المكيف يشتغل 5 دقايق يقفل، بس لفة دور بي كده 5 دقايق تقفل. ويستغرب من الحتة دي، راجع كهربة البيت ده كله ما لقى أي مشكلة، قام جاب له كهربجي قال له والله هذه المشكلة اللي حاصلة معي. الكهربجي برضه حاملك سلوك البيت دي تحت فوق قلبها ما لقى أي مشكلة، قام سأله قال له أنت موصل السلك ده منين؟ قال له والله جريته من بيت جيراني. قال له أيوه. قام الكهربجي قال له بتاع البيت خلاص راح نراجع السلك الجاري من جيرانك ده. قاموا ماشيين لحد ما وصلوا الشارع، الكهربجي عين للزول كده وقام قال له يا اخي انت زول سيم ولا شنو؟ صار الكهرباء من اشارات مرور. آدم جوا. مسطول جاي من السوق شايل كيس وجاي البيت متاخر الساعه 12 بالليل، جا لقى عياله كلهم نايمين الا مرته بس صاحي. قام قال لها تعالوا جوا الاوضه واقفل الباب واطفي النور معاكي. قال لها خليكي هنا انا ماشي وجاي. فات وجا جنبها كده وقام قال لها عليك الله عيني الساحه السمحه دي بالليل وتنور كيف.